ها هو عصام الطلحة، شرطي مغربي يبلغ طوله 2 سنتيمترا. عصام يفوق الجميع طولاً، وحضوره المهيب يجعل الناس يتفرقون تلقائياً عند المشي في الأماكن العامة، إذ يشعرون برهبة تمنعهم من الاقتراب. قد تعتقد أن مجرد وجوده ساهم في تقليل نسبة الجريمة في الشوارع التي يمر بها في باريس. بصراحة، مع وجود عصام بالقرب، حتى اللصوص ربما يفكرون في تغيير مهنتهم. اشتهر أكثر بعد حادثة سنة 2018، حين واجه بشجاعة شخصاً مسلحاً بساطور في أحد شوارع باريس، وكان ذلك خلال دورية اعتيادية، لكنه تصرف كما لو كان بطلاً خارقاً. ورغم الخطر سيطر على المهاجم وحمى المدنيين بكل هدوء وثقة. منذ ذلك الحين أصبح شخصية معروفة ومصدر أمان لكل من يراه. تخيل أن يوقفك شرطي بهذا الطول. أنا عن نفسي سأقول: أمي ساعديني، لقد خفت. حتى الأطفال يندهشون عند رؤيته، فما بالك بالمجرمين؟ مع شرطي مثل عصام في الحي، هل تجرؤ على السرقة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى المتابعة.